أهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. لو مش فاضية أو زهقت من الطبيخ والعيال جعانين عايزين تعملوا وجبة سريعة. طيب أنا عندي مبدأ بيقول إن البطاطس هي ملكة الخضار. طول ما أنت عندك بطاطس في البيت ما تقلقيش خالص، هتقدري تعملي أكلة في أسرع وقت. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض النهاردة. جبنا طاسة على البوتاجاز ونزلنا فيها حتة زبدة. ها، ودول حوالي 3 4 بطاطسات صغيرين هننزل بيهم نحمرهم في قلب الزبدة. بعد ما البطاطس زي ما انتم شايفين كده تعتبر يعني استوت معانا نص تسويه، بنعمل ايه بقى؟ بنقوم جايين سنه ملح، سنه فلفل اسمر بسيطه اهي، مع سنه ملح، مع سنه بابريكا حمراء. اه، ونقلبها تاني. هنعمل النهارده اكله بالبطاطس خطيره خطيره. مش لازم كل يوم نطبخ، كل يوم طبيخ، مش شرط. او نقلبها كده بالظبط، ونكون موطين النار عليها، النار ما تبقاش عاليه، موطين النار تستوي براحتها خالص اهو. تعالوا بقى نعمل مع بعض الوصفه ديت. طيب احنا مخلين النار واطيه خالص على البطاطس بتستوي براحتها. معانا 4 بيضات. نركز بقى شويه في الوصفه اللي احنا هنعملها ديت اهو. ممكن 5 ممكن 6 بيضات حسب الكميه اللي احنا هنعملها. طيب معانا هنا حوالي 3 4 اللي هو البصل الاخضر بتاعنا. ست الكل، يعني جربي تخلي البصل الاخضر بتاعك معاكي على طول في الطبيخ، صدقيني احلى وطعمه رهيب. انا عن نفسي يعني ما بستغناش عنه في المطبخ، عندي البصل الاخضر بتاعنا. تمام كده. طيب طماطمايه مقطعينها كده مكعبات صغيره بننزل بيها برضو اهي. هننزل بشويه بقدونس، بقدونس فريش، بقدونس ناشف اللي موجود عندي اهو. نكتر منه شويه البقدونس، مع فلفل اسمر، ملح، وبننزل كمان بمعلقه زبادي، او نخليهم معلقتين زبادي. الزبادي حلوه برضه. وهنقلب الخليط ده كله ببعضه. طيب قبل ما بننزل بالخليط دوت في الطاسه اللي على النار اللي فيها البطاطس، بنحاول يعني نرص البطاطس كده في الطاسه على قد ما نقدر، ما تبقاش راكبه فوق بعضها عشان عايزينها تستوي كويس اه. ونقوم جايين احنا طبعا موطين النار خالص على البطاطس، نازلين بالصوص ده كله كده في قلب الطاسه اه. وبنكون موطيين النار خالص. وبنعمل ايه بقى؟ بنحاول نسوي الصوص ده كده كله في قلب الطاسه، نمشيه كده حتى على الاطراف كله مع بعض، يكون كله سوا واحد زي ما انتم شايفين كده، كله سوا واحد اهو. ونغطي عليه لغايه ما يستوي. طيب بصوا، هي كده مسكت نفسها خالص. ركزوا معايا بقى في اللي جاي دوت. هنقوم جايين بالغطا كده تاني اهو، وجايين قلبينها كده تمام بالراحه كده. وهنقوم جايين منزلينها تاني كده في قلب الطاسه اهي. مش اشكال، مش مشكله اهي. نسويها تاني اهي. تمام كده. وهنقوم جايين بشويه موتزاريلا
فوقيها كده. كل ده واحنا موطين عليها النار خالص. اهو. ما عندناش موتزاريلا، ما عندناش كيزه، ممكن برضه نعملها عادي، مش لازم كيزه ولا موتزاريلا، اللي هي الجبنه بتاعت البيتزا. اهي. ومغطين عليها تاني برضه على نار هاديه لغايه ما الجبنه اللي فوق دي خالص تسيح عليها. بس كده. وديت بعد ما خلصت كانت فطيره البطاطس بالبيض والموتزاريلا زي ما انتم شايفين اهي، ولا داخل فيها ضيق ابيض ولا حاجه. لو عجبتكم الطريقه فيا ريت ما تبخلوش علينا بدعمكم لينا على القناه، شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.